مش انا سبق وحذرتك وقلت لك اني مش هسيبك تستمتع بنعيم الجهل اللي انت عايش فيه ده، وان انا كل شويه هاجي اوس في ودانك واحكي لك اخر الاخبار؟ تعال اما اقول لك الجديد منه. ابا الحاج ترامب الشهير بابو حنان كان حذرنا يوم السبت تحذير شديد اللهجه. قال لك سيندلع الجحيم، سيندلع الجحيم لو ما سلمتوش كل المحتجزين يوم السبت. ايه اللي حصل يوم السبت؟ حماس سلمت 3 وعلم مصر يا اخويا كان بيرفرف كده على المنصه، فمصر نفذت الرؤيه بتاعتها علشان تمد اجل وقف اطلاق النار، لان احنا قلقانين من اي حركه حكه ولا حكه غدر كده. ايه بقى اللي حصل يا ابو حنان؟ ولا حاجه حصلت، ولا الجحيم اندلع ولا حاجه حصلت. مفيش حاجه حصلت. فامسك العقل معانا في التصريحات بقى شويه. الله لا يسيئك والنبي، اصل احنا شغل فنجريه البق وطقاقين الحنك ده ما بنحبوش. طلع بطنك فاضي يا ابو حنان، بس انت ليك حق تغير برضه. ليك حق تغير من الرئيس. اصل طلع علينا الراجل اللي اسمه مارك ده قال لك السيسي اهان ترامب. ليه يا عم الحاج؟ ده الرئيس بتاعنا ده راجل كمل، اقسم بالله راجل كمل. الاخ ماركو ده بقى طلع في لقاء تلفزيوني على سكاي نيوز قال لك مصر هي اللي محتاجه امريكا، امريكا مش محتاجه مصر في حاجه. فالمذيع بيقول له ايه يا باشا نبره التعالي اللي انت بتتكلم بيها دي؟ ما تصلي على النبي كده، ده مصر حتى الركن الاساسي في استقرار المنطقه، ما يصحش تتكلم بالطريقه دي. قال له احنا بنتكلم بنبره تعالي؟ السيسي هو اللي بيكلمنا بنبره تعالي لما يرفض طلب ترامب انه يزوره، ودي اهانه لترامب وجهها السيسي. يعني احنا مالناش دعوه يا عم، انتوا اللي بتقولوا. احنا ما قلناش حاجه، احنا ما فتحناش بقنا. احنا المصادر الرسميه بتاعتنا لا قالت رفض الزياره ولا ما رفضش الزياره، الراجل ما اتكلمش. ما عندناش مصدر رسمي بيقول اللي انت بتقوله ده. انت بقى بتسبق بقى وبتقل ادبك، وفي نص الكلام كده قال كلمه ما معناها يعني ان السيسي مش صح اللي بيعمله ده، وان ده له حساب بعد. انت بتهدد رئيسنا انت بتهدد الرئيس بتاعنا. والله انتوا ما تعرفوا المصريين، والله ما تعرفوا المصريين، بس هتعرفوه يعني هنفاجئكم. نسيبنا بقى من شغل الضراير دوت ولقحت عليا وقالت عليا في ظهري والكلام. نيجي بقى للزياره الاهم اللي حصلت امبارح. مين يا باشا اللي كان عندنا؟ رئيس الكونجرس الصهيوني في العالم. انا هكتبها لكم ايه بقى الكونجرس ده؟ تصدق انا كنت اول مره اسمع عنه. اتضح لي انه كونجرس معمول يجي من اكتر من 100 سنه وموجود في 100 دوله، وده المؤثر في قرار اليهود من الاخر، يعني الكبير بتاعهم واللي كلمته بتمشي على رقابهم كلهم. كبيرهم الذي علمهم السحر. طب وده جاي عندنا يهبب ايه؟ يا ده يا دق ده، هي لا يكون جاي يهدد رئيسنا مثلا، ولا يرمي له كارت على الترابيزه كاتسه ولا كاتسه، ولا جاي يحط له شويه مغريات زياده مثلا، اللي هو اقبل بس معانا كده وخليك رويح معانا شويه. الاكيد ان احنا مش هنعرف ايه اللي اتقال في الغرف المغلقه، ده اكيد طبعا. واكيد وارد جدا يكون كان فيه تلميح بالتهديد او بمميزات وعروض تانية مقابل ان الرئيس يقبل بالتهريج. بس اللي يخصنا ايه يا باشا؟ الرئيس على موقفه، لا تهجير. اعاده الاعمار هتتم بوجود كل الفلسطينيين في ارضهم، مفيش فلسطيني هيخرج عشان اعاده الاعمار، ولو سمحتوا كشكشوها ما تعرضوهاش. البيان بقى فيه لقطه كده بيقول لك ان لو وقف اطلاق النار اتهز باي طريقه، دي هتولع يا باشا، هتولع على المنطقه كلها. من الاخر كده جابها لهم على بلاطه. والرئيس على كلمه واحده: حل الدولتين يا اخويا وتهجير لا. الفلسطينيين هيفضلوا في ارضهم وهنعمل اعاده اعمار، وعندنا تصور كامل وخطه كامله وشغالين عليها. حل الدولتين. يعني الرئيس دلوقتي واقف بطوله كده قدام امريكا واللوبي الصهيوني. تمام؟ وقف وقال لامريكا لا، والاسرائيل لا، وللوبي بتاعهم كلهم لا. واللا بتاعته دي سمعت في العالم كله، وفي مظاهرات طالعه شايله يفط مكتوب عليها بيج نو لايك بريزيدنت سيسي. زي السيسي ما قال هنقول لا، وزي ما الشعب المصري قال لا يبقى لا للتهجير. فمن موقعنا هذا نحب نقول لكم كل واحد يبلع لسانه يا جماعه، وبطلوا تصريحات بقى وبطلوا هفلات على مصر وسيبوا مصر في حالها خلاص، عشان مصر دلوقتي واقفه ومتصدره المشهد لوحدها. وزي ما احنا متفقين البيج نو اللي بيقولها الريس دي هندفع ثمنها. عن نفسي وبنفسي انا جاهزه. اصل ياما يا باشا دقت على الراس طبول، واحنا بالنا طويل قوي وخلقنا واسع، فتعالى لنا في الواسع انت. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، ويحيا الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي موقفه ده مخلينا كلنا راسنا واصله للسما، ولا يهمنا دوس واحنا وراه.